السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وحبايبي. إن شاء الله النهاردة رجعنا لكم بحلقة جديدة من حلقات برنامج سيكسولوجي أو سيكولوجيا السيكسولوجي. هنتكلم النهاردة على ليلة الدخلة وبحد أو بشكل أوضح عن الهبد في ليلة الدخلة، أو بشكل أوضح أكتر هنتكلم على محظورات ليلة الدخلة. فيلا بينا نتفرج على حلقتنا. قبل ما نروح يا ريت لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل لكم، توصلك كل الحلقات ان شاء الله وكل جديد على المواضيع المهمة اللي احنا بنتكلم فيها، وهي الخاصة بكل حاجات العلاقات الخاصة، العلاقات الجنسية الخطرة والمغلوطات اللي موجودة في العلاقات الجنسية. طبعا اخيرا انت وصلت النهارده لليلة العمر، الليلة اللي كنت بتحلم بيها انت وحبيبتك او خطيبتك. ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله، للي ما اتجوزش ان شاء الله يوصل لليوم والليلة اللي انتوا بتحلموا بيها دي، فالف مبروك عامة. وللمقبلين على الزواج الحلقة دي احب اقول لكم ان هي مهمة جدا. ليه؟ عشان هي مش بس احنا بنتكلم على الفكر الخاص بليلة الدخلة، احنا بنتكلم على الهبد والمغلوطات والمكتسبات الغلط اللي انت داخل بيها ليلة دخلتك واول ليلة دخلة في حياتك. المشكلة ان في مجموعة من الافكار المغلوطة اللي بتخش بيها ليلة الدخلة بتدمر عليك حياتك، وبحد يعني بشكل كبير جدا بتأثر على مستقبلك وعلى علاقتك الزوجية في المستقبل، وممكن تصل كمان لحد الطلاق، لان انت بتبقى خارج السيطرة. يعني ايه؟ خرجت بره السيطرة عن التحكم في الحاجات الغلط اللي انت عملتها في اول ليلة دخلة. طبعا المغلوطات دي بتبقى جاية من صديق او قريب مش فاهم او ما عندوش وعي جنسي، فبيوديك او بيديك نصايح مغلوطة تماما. النهاردة احنا جايين نصحح الكلام ده، او في الحلقة دي تحديدا. برضو ما تنسوناش زي ما احنا قلنا باللايك والشير، ويكتب لي كومنت هرد عليك ونكمل الكلام. انه برضو من الافلام الاباحيه اللي احنا عملنا لها حلقه قبل كده واتكلمنا على خطوره الافلام الاباحيه، لان هي بتحط لك برضو معتقدات خاطئه بتخش بيها ليله الدخله، وانت متوقع ان ده الصح او ده الاداء اللي انا لازم اعمله في ليله دخلتي. فطبعا بتلجأ للحاجات اللي احنا برضو هنوضحها النهارده، زي بعض مقويات والحاجات اللي انت بتاخدها عشان تقويك جنسيا في ليله الدخله او في اول ليله دخله. هل ده مطلوب مننا ان احنا نعمل ده او نعمل البرفورمانس ده في اول ليله في العلاقه مع الزوجه؟ اول ليله انا هرد على كل الخزعبلات دي واقول لك الحاجات دي مش مطلوبه تماما، ومش مطلوب منك اصلا ان انت تعمل اداء خرافي في ليله الدخله. يا جماعه احنا اتجوزنا عشان تكون في ألفة. احنا مش متجوزين عشان نثبت للطرف الآخر احنا قد ايه عندنا قوة جنسية مفتعلة. خلي بالك الموضوع اللي انا عايز اوضحه لك الافتعال في العلاقة الجنسية اللي هو ايه. انت النهاردة دي اول ليلة جواز ليك بكل بساطة، يعني اول علاقة جنسية ليك، وكذلك الامر بالنسبة لاول علاقة جنسية للزوج. هل من المعتقد او انت متخيل ان المطلوب منك ان انت تعمل العلاقه الجنسيه دي زي ما انت شفت في فيلم اباحي؟ وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده مشاكل الافلام الاباحيه وان ده كلام خاطئ، وانه في ناس بسبب الافلام الاباحيه بتفقد الثقه في نفسها، بعض الرجاله بتفقد الثقه في نفسها، وبالعكس كمان بعض النساء اللي كانوا بيتفرجوا على الافلام الاباحيه كذلك الموضوع بيبقى عندهم معلومات غلط عن اطوال واشكال العضو الذكري للراجل، فبالتالي بيبقى عندهم معلومه غلط. زي ما احنا قلنا ان مش كل الاعضاء الذكريه طولها 20 سم او بلس ال 20 سم، ودي احنا حاجه فهمناها وقلناها قبل كده، ويمكن في حلقاتنا وفي اللايفاتنا اللي بنعملها على التيك توك. وان شاء الله انتوا طبعا عارفين الرابط بسيبه لكم في البايو لو انتوا حابين حتى تتواصلوا معايا. هتلاقي لينك التيك توك ولينك الانستجرام لو انت عندك اي استفسار، وممكن تسيب لي كومنت هنا وارد عليك. وبرده ما تنساش دعمكم هو ان انت تدينا لايك على الفيديو، كومنت ولايك وتشير الفيديو، وكمان تعمل سبسكريبشن وتفعل زر الجرس. الكلام ده كله مهم جدا عشان استمرارنا. اول حاجه، اوعى تاخد في اول ليله دخله، اوعى تماما تاخد اي مقويات جنسيه. انت ما تعرفش قوتك الجنسيه عامله ازاي، واوعى تستنبط قوتك الجنسيه في
ان انت كنت بتعمل زمان عاده سريه، واحنا قلنا طبعا اضرار العاده السريه وادمان العاده السريه. اوعى تاخد ان انت بسبب ان انت كنت بتعمل عاده سريه او بتعمل ماستربيشن لدقيقتين ثلاثه، فانت بنفس الموضوع ده او بنفس الاداء ده انت عندك مشكله جنسيه، فتحذيرا منك او ان انت خايف من ده، فبالتالي بتروح واخد مقويات جنسيه او اطالات جنسيه. صدقني ده اول خطأ في حياتك. ليه؟ اول ليله دخله دي مراتك هتاخد عنك فكره معينه، الفكره اللي انت هتاخدها عنك ان انت راجل بتطول، ودي مش حقيقتك طبعا. بعد ما انت وعلى فكره برضو الطول ده ما هوش حاجه مطلوبه، يعني ما تفتكرش ان الطول الزياده عن اللي ده مطلوب او لا 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 خالص، دي معتقدات غلط. احنا قلنا الليله دي اهم حاجه فيها يعني بعض النقط كده لازم تبقى عارفها وهقول لك عليها في نهايه الفيديو. المهم ان انت لو بتتكلم على انه بتاخد مقويات جنسيه عشان ليله الدخله دي، فاعرف ان الموضوع ده غلط وخطأ تماما. التطويل اللي انت بتطوله في العلاقه الجنسيه ده برضو فكر خاطئ راجع من زي ما قلت لك مكتسبات خاطئه في حياتك. فانت عايز تحقق اول اطاله ليك في اول علاقه جنسيه، الكلام ده غلط. انت لسه بادي وهي لسه اول علاقه جنسيه ليها، بالحب وبالالفه وبالمشاعر وبالاحاسيس، وان انت بالمداعبه، وان انت تخلي الايس كريم يحصل له اساله وليكج كده عشان الدنيا تبقى ماشيه معاك، وان هي تكون رغبه في بدايه او بعطيك الساين ان انت تبتدي العلاقه الجنسيه معاها والاخر ذلك مع البوس من الرقبه يعني فاهم القصص دي كلها بالمشاعر دي بالالفه دي بالحب ده. صدقني انت هتوصل لنتيجه مبهره. تاني حاجه، السرعه ان انت تجيبهم في دقيقتين ثلاثه ما فيهاش مشكله، انت بعد كده هتتطور. يعني انت بطبيعتك هتلاقي نفسك بتتطور من دقيقتين لثلاثه لثلاثه لاربعه لخمسه لسته. وعملت لكم حلقه انا قبل كده عن المشاكل المغلوطه برضه في سرعه القذف، ان انت فاكر ان انت عندك سرعه قذف، انت اصلا ما عندكش اي نوع من انواع سرعه القذف، ما هي الا افكار مغلوطه بس في خيالك انت، وبالتالي بتاثر عليك وبتاثر عليك جسديا وبتاثر عليك في الاداء كمان. خلاص؟ يبقى رقم واحد ما تاخدش برشام نهائي، لا بتاع اطاله ولا بتاع ترامادول، ولا حد يقول لك خد عشان تخدير العضو عشان تطول، ولا واحد يقول لك خد برشام لاطاله او لتقليل سرعه القذف. الكلام ده تماما. ليه؟ ادائك ده انت هتلاقي نفسك رجعت لطبيعتك، فهتخاف ان انت تبقى باين قدام مراتك بالطريقه دي، فبالتالي هتدمن الكلام ده. طب ادمانه هيأثر عمرك الجنسي، هيأثر عمرك الجنسي. هتقول لي يعني ازاي يأثر عمرك الجنسي؟ مش فاهم. هقول لك ان انت بالكميات اللي انت هتاخدها في الاول دي، انت بادي حياتك الجنسيه لسه. طيب هتلاقي نفسك قبل كل علاقه ممكن ترتبط نفسيا بالمحفزات الجنسيه دي، وبالتالي ادائها هي او تاثيرها بعد كده مع كثرتها بيقل عليك. وفي تحذيرات بتيجي في الادويه دي بتقول لك ما تاخدش اكتر من حبايه، لان انت ما تنتظرش يعني انت تاخد اكتر من حبايه فتاثيرها هيكون موجود. لا خلاص، هو انت اللي حصل عندك انه الجرعه اللي انت بقيت تاخدها ما تاثرش عليك، فبالتالي انت بقيت معتمد اعتماد كلي على مثل هذه الحبوب. فلا للبرشام الخاص بالمحفزات. طب اعمل ايه؟ طيب انا راجل دلوقتي داخل على جواز، اعمل ايه؟ رياضه. الرياضه اجري، سايكلينج، عوم، اي نوع من انواع الرياضه، ضغط في البيت. ليه؟ كل الكلام ده بيديك نفس، بيديك نفس. اتنين، تحاليل عند الدكتور العام او دكتور باطنة، تحليل عام، تحليل شامل للدم، يعرف ان عندك مثلا في مشاكل في نقص عندك في الهيموجلوبين، محتاج شويه فيتامين زي الفيتامينات مجموعه مركبات ب اللي بتقوي الاعصاب وتخلي طبعا من ضمنها العضو الذكري عندك قوي جدا في وقت انتصابه. الحاجات دي كلها مهمه جدا قبل الجواز. ما تخشش وانت مش عارف حاجه، ما تخشش وانت ضعيف اصلا جسمانيا وطالب ان انت تكون قوي جنسيا. دي النقط المغلوطه اللي احنا جايين عليها، ان انت بطبيعتك انت قوي جنسيا، انت بطبيعتك غير مفهومك. ما تشكش في نفسك، ما تقللش الثقه في نفسك، تملي كن واثق في نفسك. وافتكر تملي ان الزوجه مش هي محل للتحدي بين قوتك الجنسيه وان انا اثبت لها قد ايه ان انا قوي جنسيا، اكتر من ان انا اثبت لها قد ايه انا عندي مشاعر ليها، حب ليها، وكمان
بعمل المطلوب مني، بس انا مطلوب مني اثناء العلاقه الزوجيه ايه المطلوب الصح ايه واعمله، لكن مش مطلوب مني ابدا ان انا ادمر حياتي وادمر صحتي الجنسيه في اول سنه جواز، عشان بعد كده ما يبقاش حتى عندي رغبه ليها في تاني سنه وتالت سنه. العمر يا جماعه او الجواز هو مش يعني مش وان نايت، ده عمر، دي سنين جايه قدام. انت بتتجوز للعمر، دي مش مراتك، مش عشيقتك، انت فاهم؟ دي مراتك زوجتك، ما هياش عشيقتك اللي هي محتاجه منك تكون بتأدي يوم والسلام عليكم على كده. لا، دي زوجتك، يعني الركن بتاعك، الحب، الحنان، ان انا اتعامل معاها بالمطلوب في العلاقه الزوجيه اللي ليها اساسيات، اللي هي المداعبه، ان انا يكون في فيلينجز قويه جدا ما بيننا وما بين بعض، الحب، الالفه، الكلام ده كله اللي بتليد في النهايه لعلاقه جنسيه ناجحه. بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى منكم برضو دعمكم بلايك وشير، وتفعل زر الجرس وتعمل سبسكريبشن يعني، وتفعل زر الجرس. واللي عنده اي استفسار، ولو عايز نعمل جزء تاني لحلقة زي دي ان شاء الله نعمل لكم جزء تاني، ده بناء على رغباتكم والكومنتات اللي انتوا هتسيبوها لنا في الحلقة دي. بشكركم شكرا جزيلا، وبتمنى لكم ليلة سعيدة، والف الف الف مبروك لكل المقبلين على الزواج. بتمنى لكم السعادة. دمروا وابعدوا عن أي برشام، أنا بس بحذركم للمرة الأخيرة، ابعدوا عن أي مقويات جنسية وأنت ما عندكش أي مشكلة. المقويات دي ما تاخدهاش بسبب نصيحة صديق أو حد، لازم يكون باستشارة دكتور وطبيب عمل القصة دي، لكن أنت بطبيعتك صدقني ما عندكش مشكلة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.